Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. رجعنا لكم تاني بلي فيديو ديال الماناجمنت because كنت حبست واحد شويه لي فيديو على حسب كان عندي ان شارج دو طرافاي. دونك اليوم ان شاء الله غنشوف معكم شنو هو لو شابيتر 5 ديال الماناجمنت دي زورغانيزاسيون. وهذا لو شابيتر هذا كيهضر لنا بالضبط على لي ستركتور دو لونتربريز. دونك في الفيديو ديالنا غنحاول نشرح لكم شنو هما المفهوم ديال ستركتور، شنو هما لي زيليمون دو شوا دو ستركتور، اشنا هما لي تيب دو ستركتور، شنو هما لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال كل ستركتور، اخر حاجه غنشوفوا هي كيفاش نادوبتي واحد لا ستركتور او كانت عندنا واحد لونتربريز فيرتويال. دونك هادشي ان شاء الله كامل غنشرحوا لكم بالدارجه، وغادي نحاول نقربكم شويه من كل ستركتور وعلاش كنختاروا كل وحده باش تمشيو فاهمين لو كور. دونك ما تزابيوش وخليكم معايا باش نبداو لا فيديو ديالنا. دونك اول حاجه باش نفهموا الدرس ديالنا غنطرحوا السؤال ديال علاش الشركه خاص يكون عندها هيكل، علاش الشركه خاص تكون عندها ستركتور. دونك نرجعوا للتعريف. المقاوله ولا الشركه هي واحد النظام فيه بزاف ديال الحوايج، فيه الاهداف ديالها، فيه لي فيناليتي، فيه المشاريع، فيها موظفين، فيها كليان، فيها لي بنك، فيها بزاف ديال لي زيليمون. دونك هي باش توصل الاهداف ديالها خصها هي تنظم راسها براسها، وهذا التنظيم كيكون من خلال كيكون من خلال تقسيم المهام، تنسيق الخدمات، توزيع المسؤوليات، وتحديد شكون اللي غتكون عنده السلطه والقرار. وهذا الشيء كله فاش كيدخلنا في واحد الحاجه سميتها الهيكله. كيدخل في واحد الحاجه سميتها الهيكله هي ستركتور. دونك كيف ما قلت لكم باش تكون شركه ناجحه وغاديه مزيان خاص تكون عندها واحد لا ستركتور، وهاد ستركتور كتبدل من كل شركه لشركه، وهذا الشيء كيحددوا لنا بزاف العوامل اللي غنشوفوهم من بعد. غالبا هاد لا ستركتور كتمثل لنا على شكل اورغانيغرام او لا الرسم التنظيمي. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا بعدا اشنا هي ستركتور، اشنا هو الاورغانيغرام، وعلاش كنديروا لا ستركتور. ثانيا هي la nature et les choix de structure. شنو هما les éléments de choix de chaque type de structure. la nature de structure ديجا هضرت لكم عليها في الاول، هي الطريقه قلت لكم اللي كتبين لنا كيفاش لي طاش لو بوفوار كيتقسم. يعني انا منين نشوف هذاك لورغانيغرام قدامي غنعرف هاد الشركه كيفاش كتقسم لي طاش ديالها، شكون هو اللي كياخذ القرار، شكون هما اللي كينفذوه، وكيفاش كنفذوا دوك القرارات. دابا غندوزو لثاني حاجه واللي هي مهمه، هي كيفاش نحددوا لا ستركتور. حيت كاينين بزاف، انا كيفاش غادي نعرف اش من ستركتور ندير لكل شركه؟ نبداو باول فاكتور سي لا تاي دو لونتربريز. دونك لا تاي ديال الشركه كتحدد لينا اش من ستركتور نديروا ليها. فمثلا الا كانت الشركه صغيره فهنا طبعا كنديروا ستركتور هيرارشيك لانها سهله وبسيطه. اما الا كانت الشركه كبيره فهنا سوا كنديروا لها هيكله كي كنقولوا فونكسيونيل ولا ديفيزيونيل باش يسهل علينا التنظيم ديالها. تاني حاجه سي لا ديفيرسيفيكاسيون دو برودوي. الا كانت الشركه كتنتج غير منتوج واحد ومركزه على منتوج واحد فهنا راه طبعا كيكون سهل فغنديروا لها ستركتور، سواء نديروا لها ستركتور هيرارشيك ولا فونكسيونيل. اما الا كانت عندها بزاف ديال المنتجات فهنا من ضروره نديروا لها ستركتور ديفيزيونيل، لان لا ستركتور ديفيزيونيل كتركز على كل منتوج تدير له اداره خاصه به. ثالث حاجه سي لا كولتور ماناجيريال دو ديريجون. فهنايا غنهضروا على القضيه ديال الا كانت شركه دايرها مثلا عائله دايرين شركه، فهنا طبعا بعض المرات كيكون انهم يديروا ستركتور ماتريسيال باش يكون كل رئيس بوحدو. اما الا كانت شركه نورمال فراه هنا كنديروا سواء هيرارشيك ولا فونكسيونيل، يديبند على المدير كيفاش كيشوف لا ستركتور. ثالث حاجه سي لا كومبلكسيتي دو ديزاكتيفيتي دو لونتربريز. هنا كنهضروا على النشاط. الا كان النشاط ديال هاد الشركه نشاط عادي وسهل فهنا طبعا نقدروا نديروا هيرارشيك. اما الا كان هاد النشاط معقد وكيحتاج لينا خبراء فهنا كنديروا سوا فونكسيونيل ولا ماتريسيال. اخر حاجه هي لا ستابيليتي دو لونفيرونمون. الا كانت البيئه
ديال الشركه مستقره، فهنا كنديروا سواء هيرارشيك ولا فونكسيونيل. اما الا كانت لونفيرونمون ديال هذيك الشركه يعني متغير بشكل كبير، فهنا سواء كنديروا ماتريسيال pour garantir واحد la flexibilité de travail. Donc هادشي اللي كاين concernant les facteurs de détermination de choix de structure. دابا ندوزو نشرحوا chaque type de structure. دونك قبيله فاش كنت كنشرح لكم لي فاكتور دو شوا، كنت كنعطيكم في نفس الوقت لي كا. مثلا هاد لو كا ديال شركه كبيره ولا شركه صغيره عندها منتوج، عندها بزاف المنتوجات، لو ديريجون ايتو. كنت كنشرح لكم لي كا وفي نفس الوقت كنت كنعطيكم اش من ستركتور تليق لكل كا. غتكونوا ما فهمتوش بزاف حيتاش ما عارفينش شنو هو التعريف ولا شنو هي المفهوم ديال كل ستركتور. داكشي علاش يمكن غتقولوا علاش اختارينا هادي، علاش درنا هيرارشيك، شنو هي بعدا هيرارشيك، شنو هي فونكسيونيل، شنو هي ديفيزيونيل. ما تخافوش، هادشي غنشرحوا لكم دابا. وفاش نشرحوا لكم رجعوا تاني شوفوا لي كان اللي شرحت لكم وقارنوا باش تعرفوني اكزاكتومون علاش اختاريت كل ستركتور لكل كا. دونك ركزوا معايا مزيان في هاد ليطاب حيت هي اهم ايطاب في الفيديو، حيت باش ما كتفهموا لي ستركتور، باش ما كتكونوا ضابطين اموركم في الامتحان. نبداو على بركه الله بلا ستركتور هيرارشيك. هذه من بين اسهل لي ستركتور اللي غتقراو. اول حاجه كيف ما كتلاحظوا معايا في الرسم، كاين عندنا لا ديريكسيون جينيرال، تحت منها كاينين سو ديريكسيون، تحت منها كاينين لي ريسبونسابل. دونك هادشي كيبين انه السلطه كتجي من الفوق للتحت، يعني كتجي من لا ديريكسيون جينيرال. هذيك لا ديريكسيون جينيرال كتعطيها لهادوك لي سو ديريكسيون، وهادوك لي سو ديريكسيون كيعطيوها لكل ريسبونسابل تحت كل سو ديريكسيون. يعني ما يمكنش مثلا لا سو ديريكسيون برودكسيون تمشي تعطي القرارات لشي وحدين كاينين في لا سو ديريكسيون كوميرسيال، ما ممكنش. وانا نعطيكم مثال بسيط باش تفهموا، باش نوضح لكم بطريقه سهله وتعقلوا عليها. مثلا في الدار نديروا الاب هو لو ديريكتور جينيرال، تحت منه الابناء الكبار. يعني الاب كيعطي القرارات لمن الابناء الكبار، الابناء الكبار كيعطيو القرارات لمن الابناء الصغار. يعني كيبقى داكشي هابط من الفوق لتحت، ولكن كل واحد فيهم كيعطي القرارات لداك اللي تحت منه. يعني ما يمكنش يمشي يعطي القرارات لشي واحد اخر تحت من شي ريسبونسابل اخر ولا تحت من شي ديريكسيون اخرى. وهادشي la structure hiérarchique se repose على 3 ديال لي زيليمون. اول حاجه l'unité de commandement، يعني l'unité de commandement كيكون عندنا ان سول شيف اللي كيعطي القرار من الفوق وكنبقاو كنهبطوا. ثاني حاجه سي لا ديريكسيون دو لوتوريتي. لوتوريتي كيف قلت لكم السلطه كتقسم لينا على شكل تراتبيه من الاعلى الى الاسفل. اي ثالث حاجه سي لا برينسيپ دو ريسبونسابيلتي ابسولي، يعني ما كيعقلوش عليك، كل واحد مسؤول على راسو، كل ديريكسيون ولا كل ريسبونسابل مسؤول على داكشي اللي كيدير. فوالا هادشي اللي كيخص لينا في لا ستركتور هيرارشيك. دابا غندوزو نشوفو شنو هما لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديالها. Donc parmi les avantages de la structure, on a la simplicité, la facilité. Il est simple et facile à mettre en place, كتكون سهلة أننا نديروها. تاني حاجة كتكون عندنا واحد لا communication efficace، يعني واضحة. لا communication كتجي من الفوق لتحت كتكون واضحة. ثالث حاجة لا responsabilité، راه كتكون كي كنقول لكم مفهومة، يعني بنادم كيكون مسؤول على داكشي اللي كيدير. لي زانكونفينيون كتكون عندنا المشكله ديال لي طاش، يعني كيكون عندنا واحد شارج دو طاش بالنسبه للمسؤول الكبير، وهادشي اللي كيؤدي انه فاش بنادم كيكثر عليه بزاف ديال الحوايج راه بعض المرات كيغلط. هادشي كيؤدي على انه يكون عندنا واحد التاثير سلبي على سيروره العمل. ثاني حاجه داك المشكله ديال الارسال، يعني المعلومات، يعني فاش كتكون عندنا واحد الرساله من الفوق فاش كتنزل لتحت مثلا عند هذوك لي سو ديريكسيون كيدخلوا فيها الاراء ديالهم، دونك ما كتوصلش اكزاكتومون كيف ما صيفطها هذاك لو ديريكتور جينيرال لهذوك لي ريسبونسابل. وثالث حاجه كتكون عندنا الصعوبه ديال الايجاد ديال واحد لو ريسبونسابل اللي كيكون كومبيتون، يعني كيعرف كاع المجالات، وهذه راه صعيبه بزاف نلقاوها. لا دوزيام ستركتور سي لا ستركتور فونكسيونيل. دونك كما كتلاحظوا معايا في الشكل،
عندنا ستركتور فونكسيونيل، عندنا واحد لو دايريكسيون جينيرال، تحت من هادوك لي سبيسياليست. هاد لي سبيسياليست يقدر يكون سبيسياليست ماركتينغ، سبيسياليست كوميرس، سبيسياليست برودكسيون اكسيتيرا، وتحت منهم لي زاجون. مي الا رديتو البال كاين الفرق كبير ما بين لا ستركتور فونكسيونيل والهيرارشيك. هنا الفونكسيونيل هذاك لاجون كياخد القرار من عند من عند بزاف ديال لي سبيسياليست، ماشي غير من عند هذاك اللي فوق منه. فهمتوا هنا فين كيكون الفرق ما بين ستركتور هيرارشيك اي فونكسيونيل. هاد لا ستركتور فونكسيونيل elle repose sur trois choses. اول حاجه سي لا مولتيبليسيتي دو كوموندمون، ماشي بحال الاولى كيكون عندنا ان سول كوموندمون، هنا كيكون عندنا بليزيور، يعني شاك سوبوردوني بحال هنايا شاك اجون il recevoir اشنو لي زوردر من عند بليزيور شيف، بحال هنا كياخد من عند بليزيور سبيسياليست. ثاني حاجه سي لا ديليغاسيون دو لوتوريتي، يعني كيفاش كتكون السلطه، حتى هي كتكون سلطه تراتبيه. ثالث حاجه سي لا ريسبونسابيلتي. لا ريسبونسابيلتي كتكون نفسها بحال الهيرارشيك، يعني كيكون كل واحد فيهم الي ريسبونسابل على داكشي اللي كيدير. يعني مثلا فاش كنقول سبيسياليست ماركتينغ راه كيكون ريسبونسابل على داك القرارات ولا داكشي اللي كيدير. فوالا on passe maintenant les avantages ou les inconvénients. من les avantages ديالها انها كتجاوب لينا على داك لو بروبليم دو جيستيون، يعني فاش كيكون عندنا مثلا خبراء في كل مجال، فطبعا هنا كنحدوا من دوك المشاكل اللي كيكونوا عندنا، يعني كل مشكله كتلقى عندنا ديجا واحد الخبير فيه. ان كونفينيون كيكون عندنا ان ريسك دو كونفلي اونتر لي سوبوردوني. علاش كيكون عندنا هاد لو كونفلي؟ حيت هذاك لاجون كياخد بزاف ديال لي طاج من عند ديفيرونت سبيسياليست، يعني كيخدم عند هذا وهذا وهذا، وهنا بعض المرات كيكون عندنا دي بروبليم اونتر هذوك لي سبيسياليست. مثلا انا قلت ليه دير هاد الحاجه وانت قلتي لي دير هاد الحاجه، وهنا كيكون عندنا ان كونفلي. فوالا هادو هما لي زانكونفينيون اللي كيكونوا عندنا في هاد لا ستركتور. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا لي زافونتاج و لي زانكونفينيون. اون باس لا troisième structure تي لا ستركتور هيرارشيكو فونكسيونيل ولا ستاف اند لاين. دونك هاد لا ستركتور بحال كتجمع لينا لا ستركتور هيرارشيك مع لا ستركتور فونكسيونيل. باش حيتاش كيكون عندنا واحد ليطا ماجور، هاد ليطا ماجور كيكون واحد لو كونسيي، كيكون ان سبيسياليست اللي كيعطي دي كونساي وكيدير لاكومبانيومون ديال هادوك لي سو ديريكسيون وديال هذيك لا ديريكسيون جينيرال. داكوغ. دونك هذا علاش كنقولوا ستاف اند لاين، كتكون مزيانه ناحيه الناس اللي كيبغيو يجمعوا ما بين لا سبيسياليتي او ما بين لا ستركتور. il repose sur deux éléments. عندنا l'unité de commandement هنا كتبقى كيف ما هي، يعني كتبقى السلطه كتجي من لا ديريكسيون جينيرال ولا من دوك لي سو ديريكسيون. دوك لي سبيسياليست كيقدموا فقط لاكومبانيومون اي لو كونساي. ثاني حاجه لا سبيسياليزاسيون. هنا لا سبيسياليزاسيون علاش تزادت؟ حيتاش كيكونوا عندنا ديك ليطا ماجور ولا دوك لي كونساي ديال هذوك لي سبيسياليست، دونك كتكون عندنا اون سبيسياليزاسيون. دونك فوالا هادشي كامل اللي كيخص لينا لا ستركتور هيرارشيكي فونكسيونيل. دونك غندوزو دابا نشوفوا شنو هما لي زافونتاج ديالها وشنو هما حتى لي زانكونفينيون. من les avantages كيكون عندنا une réponse très efficace aux problèmes au sein de l'entreprise à travers اش، حيت كتكون عندنا واحد كي كنقولوا واحد التكامل ما بين هادوك ليارشيك مع الفونكسيونيل، يعني ما بين هادوك لي ديريكسيون مع ديك ليطا ماجور اللي كتعطي لي كونساي وكتعطي لاكومبانيومون. هادشي كيخليها تجاوب بسرعه وتجاوب بطريقه افيكاس على البروبليم au sein de l'entreprise. mais parmi les inconvénients كيكون عندنا parfois des risques de conflit entre هادوك لي زوبيراسيونيل وهادوك لي فونكسيونيل عفوا. يعني parfois كتكون عندنا مشكله ما بين هادوك الناس اللي شادين لا ديريكسيون مع هادوك الناس اللي شادين لي فونكسيون. دونك فوالا on passe maintenant à la structure divisionnelle. هاد لا ستركتور كدار جينيرالمون الشركات اللي كيكونوا كبار واللي كيكونوا عندهم ديفيرون تيب دو برودوي، ولا كيتعاملوا مع ديفيرونت زون، ولا كيتعاملوا مع ديفيرونت كليون. دونك شركه مثلا ناخذ على سبيل المثال شركه كتبيع مثلا الحليب، دانون، الزبده، الفرماج، الجبن اكسيتيرا. دونك هنا عندها بزاف ديال المنتوجات ماشي منتوج واحد. دونك هاد لا ستركتور دارت باش تقسم لينا هذيك الشركه الوحدات، يعني كيكون عندنا مثلا برودوي ا، برودوي بي، برودوي سي، وتحت كل برودوي كيكون عندنا دي ديريكسيون ا كيكون فيها مثلا لاشا، الفونت، لا كوميرسياليزاسيون، بروموسيون وكل تحت مثلا بي كيكون نفس الحاجه، تحت سي كتكون نفس الحاجه.
دونك هذا هو المفهوم ديال لا ستركتور ديفيزيونيل. وهذا الشيء علاش انا قبيله فاش كنت كنشرح لكم فاش وصلنا للقضيه ديال واش الشركه عندها منتوجات مختلفه، قلت لكم الا كانوا عندها منتوجات مختلفه فرا لا ستركتور اللي كدير هي ستركتور ديفيزيونيل. على سمات ديفيزيونيل تقسيميه، يعني كتقسم. Il repose généralement على deux éléments. La première c'est la décentralisation de pouvoir par division. تاني حاجه لو سو سيستيم. دونك سو سيستيم هو اللي شرحت في الاول، يعني الشركه كتقسم سوا ديفيزيون بار برودوي ولا ديفيزيون بار زون ولا ديفيزيون بار كليون. ديفيزيون بار برودوي فاش قلت لكم شركه وحده عندها تنوع في المنتوجات، يعني كدير منتوج A B C. ديفيزيون بار زون جيوغرافيك هي مثلا شركه كتعامل مع دي زون، مثلا شركه كتعامل مع كازا، مراكش، اكادير، الرباط، دونك كتقسمهم على دي زون. ولا ديفيزيون بار كليون. كليون هي مثلا انا شركه كتعامل مع ديفيرون تيب دو كليون، لي جون بوحدهم، الناس الكبار بوحدهم، ولا مثلا كتعامل مع المغاربه بوحدهم، مع الناس اللي ساكنين برا بوحدهم اكسيتيرا. تاني حاجه لا ديسونتراليزاسيون دو بوفوار بار ديفيزيون. هنا السلطه كتجي من الفوق من لا ديريكسيون جينيرال، ولكن كتقسم على حسب دوك لي ديفيزيون، كتقسم عليهم بثلاثه. فوالا هادشي اللي خاصكم تعرفوه كونسيرنو لا ستركتور ديفيزيونيل. غندوزو دابا نشوفو لي زافونتاج و لي زانكونفينيون. لي زافونتاج ديال هاد ستركتور سيتي انها واحد ستركتور كيديروها بزاف لي زونتربريز الكبار، يعني اي انتربريز كبيره بحال مثلا شركه دانون عندها في المغرب فراه كدير هاد لا ستركتور. تاني حاجه هي واحد ستركتور كتمكنك انك تزيد وتنقص واحد لا ديفيزيون بلا ما تفكر انها غدير لك مشكله للشركه بشكل عام. يعني مثلا انا شركه عندي مثلا ديفيرون تيب دو برودوي A B C، واحد النهار لقيت بلا السي ما خدامش ليا وبغيت نحيدو، غنحيدو ببساطه حيت السي كيكون متعلق باش بلا ديريكسيون اللي تحتو، ماشي متعلق بلا ديريكسيون ديال الشركه كلها. ou parmi les inconvénients c'était le risque ديال الكونفلي entre les différentes divisions. دونك هذه راه حاجه باينه. بعض المرات كيوقعوا مشاكل ما بين هذوك لي ديفيزيون، مثلا ديفيزيون A مع B تقدر يوقعوا مشاكل. ثاني حاجه كيكون لو مونك ديال لا كوبيراسيون، يعني ما كيكونش التعاون بين لي ديفيزيون. يعني مثلا انا ديفيزيون A مثلا الخدمه ديالي متخصصه بدانون، يعني اي حاجه تتعلق بدانون، راه طبعا ما غاديش نعاون هذوك الناس اللي متخصصين مثلا بالفرماج. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان لا ستركتور ديفيزيونيل. اون باس ماتنون لا ديرنيير ماتريسيال. وهاد الماتريسيال هي واحد الميلانج ما بين جوج ديال لي ستركتور، سواء كتلقاو ستركتور ديفيزيونيل مع ايارشيك، سواء كتلقاو ستركتور ديفيزيونيل مع فونكسيونيل. يعني نتوما من لورغانيغرام غادي تحددوا الا كانوا عندكم دي ديريكسيون راه غتعرفوا ديفيزيونيل مع ايارشيك، كانوا عندكم دي فونكسيون راه غادي تعرفوا بانها ديفيزيونيل مع فونكسيونيل. بحال لو كان اللي عطيتكم انا ديريكسيون دو جروب، كاينين عندنا بروجي 1 2 3 هذه ديفيزيونيل، وعندكم فونكسيون فابريكاسيون فوند ريشيرش ديفلوبمون فينانس. يعني هذه كتجمع اش كتجمع لينا ما بين ديفيزيونيل وما بين الفونكسيونيل. الهدف منها هي انها كتحاول كيف كنقولوا الا كانت شركه عندها تنوع في المنتجات ولكن كتحاول تزيد ديفلوبي راسها من ناحيه سوا لي ديريكسيون ولا لي فونكسيون. ولي زافونتاج هي انه مثلا كل ممبر دو ديفيزيون كيتبينيفيسيا من لي كومبيتونس ديال هذوك لي ريسبونسابل اللي فوق منه، سواء الفونكسيونيل ولا سواء الايارشيك على حساب. تاني حاجه كتمكن انه الخدام يزيد يبتكر اكثر، حيت كياخذ هذوك الاوامر من عند من عند لو شاف دو بروجي الاول ومن عند لا فونكسيون دو فابريكاسيون، منهم بجوج. يعني كيكون ديك لا كرياتيفيتي كتزاد. ولكن لي زانكونفينيو انه الشخص كياخذ جوج قرارات في نفس الوقت. يعني هنا كيكون مشكله ديال اش من قرار خصني نطبق الاول. هادشي اللي كيؤدي كي كنقولوا كتعطل لا ديسيزيون ديال هذاك لومبلويي. ثاني حاجه لا كومونيكاسيون ديفيسيل اونتر لي زاكس، يعني بارفو كيوقعوا لنا مشاكل ما بين هادوك الجوج. يعني داك الفونكسيونيل مع الديفيزيونيل كيكونوا مشاكل في لا كومونيكاسيون. يعني نتايا داك لومبلويي كتلقى ان بروبليم دو كومونيكاسيون، سواء هما مع بعضياتهم كيتخاصموا، سواء نتايا ما كتفهمش هذا اش بغا والاخر اش بغا، حيت كيجيوك جوج اوامر الا فوا. وثالث حاجه كيكون عندنا لو ستريس، حيت نتايا جوج اوامر من جوج جهات مختلفين، كل واحد فيهم كيفاش كيشوف من الناحيه ديال لا كومبيتونس ديالو، دونك كتوقع في لو ستريس. فوالا هذه هي لا ستركتور ماتريسيال، واللي خاصكم تعقلوا عليه في لو كور كامل
هو جوج الحوايج خاصكم تفهموا كل ستركتور وتعقلوا عليها في الشكل ديالها كيفاش دايره، وثاني حاجه تكونوا حافظين لي زافونتاج ولي زانكونفينيون، حيت الاسئله اللي كيتحطوا غالبا ما كيتحطوا على لي زافونتاج ولي زانكونفينيون، و بارفوا حتى على لو تيب دو ستركتور. يعني يقدروا يعطوك مثلا هما لورغانيغرام ويقولوا لك انت كتب لنا اش من ستركتور وكتب لنا لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديالها. بارفوا يقدروا يعطوك الشركه مثلا على شكل نص ويقولوا لك حاول تبين لنا اش من ستركتور دير وترسم لنا لورغانيغرام وتحدد لنا لي زانكونفينيون و لي زافونتاج. وصلنا لاخر ايتاب في الدرس ديالنا، سي لادابتاسيون دو ستركتور على لونتربريز فيرتويال. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا هو المفهوم ديال لونتربريز فيرتويال. هاد الشركه هي شركه اللي كتكون الخدمه ديالها عباره على واحد الخدمه تيلي ترافاي كتعتمد بزاف على الانترنت، وكيكون تعاون من اماكن مختلفه، يكون بزاف ديال الناس كيخدموا بالانترنت. من المبادئ ديالها لي برينسيپ هو لا فان لونغ بوكل دو كونترول، يعني هنايا ما كيكونش عندك بزاف ديال لي ريسبونسابل فوق راسك، انت كتكون مسؤول على داكشي اللي كدير. ثاني حاجه لو برينسيپ دو لوتونومي دي زاكتور، يعني كتكون عندك واحد الاستقلاليه، واحد المسؤوليه على اي حاجه كديرها. وثالث حاجه هو الهرم الاداري ديالها كيكون مقلوب، يعني هنا العكس ماشي بحال لي زونتربريز نورمال كيكون المدير كيعطي الاوامر وانتم كتنفذوهم. هنا كيكون المدير في خدمه الموظف والموظف في خدمه الزبون، حيت الهدف ديال هذا المدير من هذا الشيء كامل هو انه يربح. دونك هو كيدير لاكومبانيومون، كيحاول يعاونك باش انك تطلع، باش انك تخدم مزيان، باش انك تجيب ليه كليان مزيان، باش انك تعطي واحد لا فالور اجوتي لهذوك الكليان، وهو في نفس الوقت هذاك الشيء راه كيرجع ليه بالربح. دونك فوالا هادشي اللي كاين في لو كور ديالنا. جيسبر انكم تفهموا كاع لي كونسيبت، وجيسبر انه داكشي يكون مفهوم والشرح ديالي يكون مبسط لكم. وما تنساوش انكم تخليو لينا شي كومونتير زوين وشي ابوني، والله يسر الامور.